لأن أصبحنا يعني ثم هناك تماهي كبير جدا في بعض الملفات الداخلية وفي معظم السياسات الخارجية. إيجابي هذا أم سلبي في تقدير غازي معلة؟ أعتقد أنه سلبي، لأنه احنا تونس عمرها كامل كانت ماخذة الحياد، لأنه الاصطفاف وراء الجزائر يعني معاداة حلف آخر، يعني معاداة الحلف المغربي السعودي. اليوم سيد غازي معلة، مرحبا بيك في الحوار الصباحي في ميسيون بوسيبل. مرحبا. انت شنو هي الحكايه؟ الاقتصاد ماشي خساره زاده كيما وهران ولا الامور كيفاش؟ ان شاء الله ليه؟ يعني ان شاء الله نلقاو حل ونتفاداو كل المطبات اللي قدامنا. عندنا الان فرصه اللي احنا توقعنا مع صندوق النقد الدولي، هي فرصه جديه لابد هالفرصه نوفر لها كل ظروف النجاح. اذا كانت توفرت ظروف النجاح طبعا ستكون هذه فرصه ضايعه اخرى على تونس، وممكن تكون هذه فرصه اخيره قبل ما تعود تونس الى السكه الحقيقيه والطريق الحقيقي للاقلاع الاقتصادي. لانه اليوم مع التوقيع هذايا الاتفاق المبدئي هذايا لابد نوفروا له شروط اساسيه، وهي البدايه في الاصلاحات المطلوبه، توفير دعم مالي من دول صديقه شقيقه جانبيه للاتفاق صندوق النقد الدولي، لانه صندوق النقد الدولي المبلغ لا يكفي لمجابهه التحديات ل 23 و24. وايضا زاد لابد من ايجاد يعني صيغه فيما يخص الاجور والدعم، اللي هي هذه مواضيع مهمه جدا لابد النقاش فيها. سيد غازي، الاخبار البارح انه ليبيا هدت لنا شحنه نتاع نفط للدولة التونسية، وخرج الناطق باسم حكومة ليبيا لحكومة السيد الدبيبة أنه هذا في إطار التعاون ودعم ومساعدة الشعب التونسي الشقيق. الدلالة حسب رأيك، رغم أنه خلينا العلاقة فاترة بين الحكم في تونس وما بين حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة، وصار تلاسن وكانت وساطات معينة لإرجاع الأجواء إلى مجاريها، كان مفترض يزور ناسي عبد الحميد الدبيبة لكن تم تأجيل الزيارة، ورغم ذلك نلقاو ليبيا اليوم يعني تقف إلى جانب تونس. شنو دلالات التحولات هذه في تقديرك؟ شوفوا راهو لابد نقولوا اولا شكرا للدوله الليبيه وشكرا للشعب الليبي على هذه الهديه، لانه في الاخير هذه هديه من الشعب الليبي، هي عباره على 30 مليون لتر، يعني 30 ألف طن، يعني عباره باخره محمله بالوقود. قد يشد في الاستهلاك حسب الاستهلاك يعني بين جمعه و10 ايام. معناها استهلاك تاع جمعه 10 ايام في تونس. في تونس هذا يعني هديه، كل هديه مرحبا بها في الظروف هذه. الظروف هذه ما هيش مشكله يعني بون هي اول مره بعد تصير في ال10 سنين الاخيره تقريبا. حتى الرسول قبل الهديه، اي واحد يقبل الهديه، لكن الهديه هذه نعطيها قراءه سياسيه، لانه ما ننساوش انه كما قلت انت معناتها العلاقه ما هيش ولا بد على المستوى الشخصي. اعتقد يعني العلاقه ما بين القياده التونسيه والقياده الليبيه على مستوى قياده طرابلس فاتره نوعا ما، واكبر دليل على ذلك لما وزيره الخارجيه الليبيه سيدة نجلة بودن نجلة منقوش لما جات تونس جات مصحوبه بوزير الخارجيه الجزائري، هو اللي جابها معاه، معناتها وكأنها هي مش قادرة تجيب وحدها. يعني هذا الرسالة اللي فهموها الناس كل، وبالتالي اليوم هذه وكأنها يعني رسالة من السيد عبد الحميد الدبيبة، يبدو أنها بإيعاز من السلطة الجزائرية كعربون محبة لتهدئة الأجواء وتلطيف الأجواء ما بين السلطتين التونسية والليبية، يعني لإعادة العلاقات إلى مجراها. الأقرب في رأيك سيد غازي معلة أن الجزائريين أوعزوا الليبيين أنه يعملوا الجيست هذايا معنا لتقريب بيناتنا، لتلطيف الاجواء، وهذا وارد يعني، لانه ما جراتش العاده انه الدوله الليبيه تبادر بمثل هذه الهدايا. الجزائر عندها نوعا ما من الخبره في اداره الامور الاقليميه، فاعتقد كانت فكره او ايعاز او اشاره من السلطه الجزائريه لتلطيف الاجواء، وتعرف خاصه انه تونس في حاجه الى مثل هذه المواد في الوقت الحالي. غازي معلة، هل بامكانك ان تحسم وبشكل يقيني في الرأي القائل أن أصبحنا الآن دخلنا وبشكل نهائي رسمنا كبلد اسمه تونس تحت المظلة الجزائرية؟ تقريبا. لماذا تقريبا؟ لأنه الآن أصبحت يعني مواقفنا الخارجية في معظمها أو أغلبها تتماهى مع المواقف الجزائرية، ما عدا بعض الملفات البسيطة، وحتى في بعض عم نشوف مواضيع ابسط. يعني المرسوم الاحتكار اللي كنتوا تحكوا عليه قبيله انتم في الميسيون، تشوف المرسوم اللي اصدر على الرئاسه التونسيه والمرسوم اللي اصدر قبل المرسوم التونسي باسابيع، تقريبا نفس الاحكام.
تقريبا نفس المفردات. يعني حتى في المراسيم تقاربنا يعني حتى برشا. في المراسيم يعني نمشي معك الابعد، يعني حتى القانون المالي 23 اللي باش يصدر في تونس واللي وقع الجدل والحديث حول الضريبه على الثروه في الجزائر قبل اسبوعين كان في نقاش مجلس الوزراء بحضور الرئيس تبون الموضوع الضريبه على الثروه. يعني وكأن اصبحنا يعني ثم هناك تماهي كبير جدا في بعض الملفات الداخليه وفي معظم السياسات الخارجيه. ايجابي هذا ام سلبي في تقدير غازي معلق؟ اعتقد انه سلبي، لانه عليك. احنا تونس عمرها كامل كانت ماخذه الحياد، لانه الاصطفاف وراء الجزائر يعني معاداه حلف اخر، يعني معاداه الحلف المغربي السعودي. اليوم يعني اليوم في المغرب العربي القوى البعيده الاقليميه اللي تلعب منها السعوديه، يعني تعتقد ان هناك حلف سعودي مغربي؟ لا اعتقد هذا امر واقع. هناك حلف سعودي واقدر نقول اسرائيلي، يعني التقارب سعودي مغربي اسرائيلي، انه اليوم التقارب المغربي الاسرائيلي لا يخفى على احد. يعني هذا موجود في يعني اخر دليل في المؤتمر الاخير في مصر، في المؤتمر المناخ وقعت اسرائيل والمغرب اتفاق على اتفاق طاقي بمبالغ كبيره جدا بمليارات الدولارات، وهذا لا ياتي الا في نطاق حلف. واعتقد انه هذا لا يخفى على حد التقارب المغربي السعودي نظرا للتاريخ والعائلات والملكيه وما الى ذلك. اعتقد انه اليوم اصبحنا امام حلف مغربي سعودي اسرائيلي مقابل حلف تركي جزائري قطري، مع العلم انه التقارب بين قطر والسعوديه اصبح الان امر واقع، لكن هذا لا ينفي ان هناك حلف تركي جزائري واضح. بربي فسر لي في الخلوطه هذه، خاصة الخلوطة كي تصطدم بعقل اسمنتي مسلح متاع بعض النشطاء متاع السياسة اللي مازالوا عايشين الجامعة التونسية متاع عام 70. يعني الجزائر توا قريبة من تركيا وقطر، تركيا وقطر اللي هما رعاة الإسلام السياسي أكيد، واحنا قراب للجزائر. 25 جويلية قربنا بالكدا للجزائر، 25 جويلية اللي شعاره الرئيسي معاداة الإسلام السياسي. مانيش فاهمها الحكايه هذه، ما كيف لانه هالدول هذه شوف لان سبب بسيط جدا، لانه هالدول هذه تفكر في مصالحها الاستراتيجيه ومصالحها القوميه. احنا للاسف الشديد ما زلنا نفكروا على المستوى الايديولوجي كما قلت سيادتك بتاع السبعينات. راهو لا ننسى انه قطر هي اكبر مستثمر في الجزائر، قطر تستثمر في حدود 16 مليار دولار في الجزائر في مشاريع صغيره ومتوسطه وفي مصانع. تركيا تستثمر في حدود 7 مليار دولار وممكن توصل إلى 10 مليار دولار في الجزائر في مجالات البنية التحتية والطاقة. احنا بمفاهيم ايديولوجية وبصراعنا السياسي بعدنا الأتراك، وأهم من هذا بعدنا القطريين. القطريين الآن خرجوا منه. قربناش السعوديين على الأقل بأي خطاب، بأي خطاب. توا خاطر احنا توا خلينا سي غازي، توا الكلام الكل اللي نقولوا عليه توا احنا سافا وافقنا صندوق النقد الدولي، صحيح المبلغ ضئيل لكن باش يحل لنا الباب امام مساعدات الدول الصديقه والشقيقه. كل دول صديقه وشقيقه التوانسه يحكيوا يستناو في السعوديه اساسا. السعوديه باش تعاون يعني الخليج. وكي تقول لي احنا في المحور الجزائري والسعوديه في المحور المغربي، هذا ينجم يعطل امكانيات تاع ان تنجدنا السعوديه في الحكايه. اكيد، لانه شوف هالدول هذه، الدول الخليجيه هذه ليست بدول ديمقراطيه مثل الدول الاوروبيه تخضع لبرلمانات وحكوماتها تخضع للمساءلات. هي دول يحكمها ملوك وامراء، وهذا الملوك والامراء عندهم حساباتهم الخاصه وحساباتهم الاستراتيجيه واهوائهم الشخصيه، وبالتالي انت اذا كان ما تكونش في نفس الاتجاه مع ما تريده وما ترسمه هذه السلطات في هذه الدول، صعب انه يتعاملوا معك ماديا. يعني هل منطقي انك اليوم انت في معاداه في اتجاه معين مع المملكه السعوديه ان هي بتعطيك فلوس او على الامارات او على قطر؟ احنا فيش معناها مقلقين؟ يعني هي العمليه فيش ممكن انه نقلقوا السعوديه؟ يعني هو راهو الان اصبحت في العالم الحالي الان في العشر سنوات الاخيره وخاصه في السنتين الاخيره بعد الحرب الروسيه، يعني مش معناتها انك انت على الحياد يعني ماكش ضدي. اليوم اصبح الامر واضح، يا معي ضدي. الحياد هذه المنطقة الرمادية هذه احنا السياسة الخارجية البرجيبية كانت تمشي في الستينات والسبعينات، اليوم ما عادش توكل خبز. ما علاش اليوم لابد يكون عندك حلف واضح. ما علاش تنتقدوا انه بالعكس هنا الرئيس قيس سعيد مشى في حلف واضح مع الجزائر؟ لكن ما حلف مع الجزائر ما توسعش الحلف. هل وسعنا الحلف مع قطر وتركيا مثلا؟ لانه الجزائر اوكي هي دولة تبحث على ان تكون لكي تصبح دولة الجزائر دولة اقليمية وازنة ويكون عندها قدرة على التحالف مع الدول الكبرى اقليميا مثل تركيا او اقل حجما مثل قطر، لابد يكون عندها منطقة
نفوذ. تركيا عندها منطقة نفوذ اللي هي ليبيا وبعض الدول شمال تركيا وما إلى ذلك. قطر دولة غنية جدا بنفوذها بالغاز، فالجزائر تبحث على نفوذ داخل المنطقة، ومن بين مناطق النفوذ نتاعها هي مالي والنيجر وتونس، وبالتالي هي تصبح دولة إقليمية وازنة بإمكانياتها الاقتصادية بإمكانياتها العسكرية وبنفوذها الجغرافي والسياسي. هنا كيف كانت الامكانيات المتاحه للتصرف ويوصل، يعني حسب ما نفهم احنا سو تريتان صغير، معناها ما نجموش ندخلوا في مباشره في التفاوض مع القوى الكبرى. معناها هذا الجزائر تفاوض باسمنا. لم نصل لهذه الدرجه، الحمد لله، لكن اعتقد ان الجزائر تطمح لهذه الدرجه، تطمح أن تكون هي دولة مسيمنة على هذه المنطقة، تصبح عندها دولة نفوذ، وتصبح هذه الدول من بينها تونس دولة قرارها يعني نوعا ما مرتهن، أو على الأقل ما نقولش مرتهن كلمة كبيرة، على الأقل ليس بهذه الحرية في القرار إلا بالتشاور مع الجزائر، وهذا أمر ممكن يحدث. يلا الإشهار وبعد نواصلوا النقاش مع الأستاذ غازي معلق. 9:51 دقيقة، الحوار الصباحي مع الأستاذ غازي معلق. كنا نحكيه على قصة التحالفات هذه في المنطقة، واللي هي تونس في قلبها، ويزداد يعني أهمية قصة هذه التحالفات وفهمها تزداد الأهمية بالنظر للوضع الاقتصادي، حاجياتنا الاقتصادية. يعني بهذا المنطق أنت تستبعد أن السعودية تتقدم لنجدتنا اقتصاديا؟ يعني لغاية هذه الساعة هناك محاولات تونسية، أعتقد لغاية هذه الساعة لم تأتي أكلها. نتمنى احنا ننجحوا، نتمنى احنا نجيبوا موارد مالية لدولتنا اللي احنا في أعز مزد الحاجة إليه، لكن أعتقد لابد أيضا من خط سير سياسي استراتيجي واضح حتى يكون موقفنا أكثر وضوحا، لأن الحقيقة احنا في موقف غير واضح سياسيا. نحن الدبلوماسية التونسية سواء كان على مستوى رئيس الجمهورية أو وزارة الخارجية موقفها من عديد القضايا في كثير من الالتباس من الفلو. يعني مثلا اعطيني شنو وين الالتباس اللي نجم يعطل واللي يشكل عائق اليوم في المواقف الدبلوماسية؟ وين تشوف فيها مثلا من أي قضايا؟ القضية الفلسطينية مثلا موقفنا واضح، هل هذا سلبي في تقدير القضية الفلسطينية لم تعد القضية الأم في المنطقة العربية كما يقول البعض، أصبحت قضايا أخرى أهم من القضية الفلسطينية للأسف الشديد. يعني مثلا اليوم مثلا الملف الخليجي السعودي، إنه السعودية تطمح أن تصبح هي الدولة الرائدة في المنطقة. هل نحن يعني المسائل ليست بتصريحات علنية فقط، ثم أشياء تحت الطاولة أهم بكثير. الدبلوماسية ما تحت الطاولة أهم بكثير ما فوق الطاولة. اليوم الدول هذه تبحث على نفوذ إقليمي، على وجود، على أن تصبح دولة فاعلة. هل نحن قدمنا ما يكفي من تفاعلات، لا قلت تنازلات، تفاعلات مع هذه الدول؟ اليوم تركيا دولة لديها نفوذ واسع جدا في ليبيا، السعودية تريد أن تكون لديها نفوذ في مناطق أخرى من العالم. السعودية صعدت الموقف في دول المنجلة، منظمة الدول المنجلة النفط وبيب. الوزارة الخارجية سارعت بإصدار بيان ساندت فيه الموقف السعودي، رغم لا عندنا لا ناقة لا جمل في الدول المنجة ولا نفط ولا غاز ولا شيء. أليس ذلك موقف إيجابي؟ من المفترض تقول لي أنت هاو تحركنا. شوف، احنا قعدنا دائما للأسف الشديد على مستوى البيانات ومستوى الشعارات الفضفاضة. المهم في السياسات الخارجية مش الكلام العلني، قلت لك المهم في السياسات الخارجية هو ما نفعله تحت الطاولة، ما نقدمه وما نأخذه من وراء الكواليس، لأن الشعارات هذه شعارات فضفاضة عامة لا تنفع. شنو ننفع السعودية فيها؟ يعني انت اليوم كي تعطي بيان كماذا نفعت السعوديه ضريتها؟ لا نفعتها لا ضريتها. وبالتالي اليوم الناس تبحث على مصالح مشتركه. احنا شنو قادرين نقدموا وش قاعدين ناخذوا من مصالح مشتركه مع السعوديه او قطر او تركيا او غيرها. اليوم هذاك هو لعبه الامم، هي مش بيانات ومش جماعه خيريه. لعبه الامم هي لعبه مصالح مشتركه. اليوم احنا بدنا نفكروا جديا في مصالحنا. اليوم احنا شنو قادرين نقدموا لهالدول واش قادر تقدم لنا احنا. بعد ذلك البيانات والتصريحات والمؤتمرات هذه كلها امور شكليه لا تقدم ولا تؤخر. الموضوع الحارق الان ملف الحديث اللي بالطبيعه خارج اطار اجواء الشعارات والخماضه والشعر والواحد، اللي هو ملف ما يسمى التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني. هل أن التطبيع اليوم في تقديرك، فما ناس يقولوا راكم خايدين فيه، إسرائيل ما هيش طلبته منكم جملة،
راهو ماهيش ملتفتت لكم، راهو انتم خايدين ولن 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 وتبعد علينا انت حتى تلتفت. صحيح الكلام هذا او بالعكس اليوم فما ضغط على تونس من اجل انها ينتزع منها موقف واضح في علاقه بهذا الملف؟ كما قلت اعتقد انه الاسرائيليين الان يبحثون بشتى الطرق وبكل الاساليب للتطبيع مع تونس. يعني ما سمعناش تصريح او اشاره واضحه من اي جهه من الحكومه الاسرائيليه الحاليه او اللي سبقتها، او يعني نعرفوا صارت انتخابات في اسرائيل وما صارش يعني حديث في هذا الموضوع. يعني حتى الدول المطبعه مع اسرائيل العربيه ما بادرتش باش جات لتونس وحاولت تستدرج تونس لهذا الموضوع. يعني ما صارش اشارات واضحه. يعني احنا نكبروا في الموضوع اكثر من حجمه. يعني عمليه التطبيع عمليه تدخل في مواضيع في سياق اخر استراتيجي. كما قلت لك اليوم المغرب والسعوديه واسرائيل يبحثون على حلف اكبر من مساله التطبيع. اليوم السعوديه ليست دوله مطبعه، لكن هي فعليا داخله في حلف مع المغرب وفي اسرائيل بدون ان تكون هناك عمليه تطبيع. عمليه التطبيع راهي ماهوش هذاك هو الهدف الاسمى اعتقد لاسرائيل. اسرائيل تبحث على وجود في هذه المنطقه، في وجود معين تصبح لديها علاقات اقتصاديه وسياسيه مع دول الطاقه، مع دول الطاقه، مع المواني، مع المنافذ، مع المعابر. هذا هو اللي تبحث عليه اسرائيل، لانها دوله تريد ان تبقى موجوده، لانه بدون هذا ستندثر يوما ما. وبالتالي هي تبحث على مقومات البقاء. مقومات البقاء تطلب اشياء اخرى. اليوم احنا ما اعتقدش انه اسرائيل تبحث، احنا اكيد ما نبحثوش، لكن ما اعتقدش انه اسرائيل تبحث اليوم على اي طريقه للتقارب او للتطبيع مع تونس، وعلى الاقل بالسرعه الذي يتصورها البعض. يعني قصه انه جزء من الحصار المسلط على بلادنا ماليا واقتصاديا، عدم حماس الشركاء التقليديين لتونس في أنهم يقفوا معها للتجاوز حقيقي للأزمة كما الولايات المتحدة الأمريكية، عبارة سيب لك بعض المساعدات الصغيرة باش تقعد عايش بالباي، أنت تتنفس يعني اصطناعيا، ولكن عندهم القدرة أنه ينفسون على قاعدة صحيحة، نمشيوا في الإصلاحات وكذا. هذا ما يحبوش يعملوه. يقال المقاربات أنه جزء من الحكايات هذه مش قصة الديمقراطية كما ورد في البارح النقاشات في مجلس حقوق الإنسان في جنيف وغيرها من المؤسسات الدولية، لا بقدر ما عنده علاقة بمسألة هذه إسرائيل والتطبيع. لا أعتقد أنه مسألة التطبيع هي المسألة الأساسية أو هي الرئيسية في عملية الحصار الدبلوماسي الدولي علينا. أعتقد المسألة الديمقراطية هي المسألة الأم. غازي المعلى معناها بالنسبة ليه من الناس اللي فهم عنده قناعة في ذهنه أنه علينا حصار دبلوماسي دولي؟ طبعا عندنا حصار دبلوماسي دولي، لأنه اليوم احنا ما زلنا ناخذوا الاتفاق الصندوق الدولي إلا بشقاء بعناء كبير جدا. يعني لا ننسى أنه راهو اليوم هالمؤسسات الدولية العظمى هي مؤسسات تخضع للسيطرة الأمريكية، أحببنا ما حبيناش. وبالتالي اليوم إذا كان نشوفوا العدد الزيارات اللي قام بها أعضاء الكونغرس الأمريكي والبيانات صدرت من الإدارة الأمريكية منذ 25 جويلية لليوم الناسي هذا، أكثر من أي بيانات وزيارات صارت منذ الاستقلال. وبالتالي هناك ضغط، مش نقولش حصار سيدي نخفوا المنطقة، هناك ضغط أمريكي لأن تبقى تونس في المسار الديمقراطي. هذا بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية كلام لا نقاش فيه. وبالتالي العمل على إبقاء تونس في مسار ديمقراطي، مسار حوار ونقاش وانتخابات شفافة ومؤسسات دولة واقف على ساقيها وتطبق في القانون وديمقراطيه، هذا خط احمر بالنسبه للاداره الامريكيه. شنو رايك؟ لكن شنو يقول لك باهي الاداره الامريكيه خليها تحكي على روحها، تستغرب تعمل، احنا بلاد سياده، والى متى هذا الارتهان في القرار السيادي للولايات المتحده الامريكيه ورغبتها وتصورها هي للديمقراطيه؟ علاش ما نبدلوش تحالفاتنا التقليديه، خلينا نمشيو لروسيا والصين؟ ما واجهت هذا الراي وواجهت هذه المقاربه؟ لنرى ما هي الدول التي اتجهت إلى روسيا والصين ونجحت. يعني يعطينا مثال تاع دول، لأن روسيا الآن دولة اقتصاديا ضعيفة وضعيفة جدا، ومنذ حتى قبل الحرب الأوكرانية هي دولة ضعيفة جدا. الاقتصاد الروسي هو شبيه أو قريب جدا من الاقتصاد الإسباني في حجمه في إمكانياته. يعني هل نحن الآن نتجه لإسبانيا لتعاوننا؟ صعب جدا. الاقتصاد الصيني اقتصاد يختلف عن الاقتصاد الغربي، عن الاقتصاد الليبرالي. هو لا يعطي اموال، لا يساعد في الميزانيات، لا يعطي قروض. يجيك يقول لك انت تحب نعمل لك سبيطار نعمل لك سبيطار، تحب طرق نعمل لك طرق، تحب مواني نعمل لك مواني. لكن هدوه نهار انت تصبح غير قادر على الخلاص
واللي موضوع اخر. واكبر دليل ما صار في سريلانكا. سريلانكا صار لها اشكال كبير لانها اتجهت نحو الموديل الصيني وصارت لها اشكال. مصر اليوم، مصر الموديل اللي الناس كل كانت تحكي الانجاز المصري بعد 2013 وكذا، ننسى انه كان استثمارات صينيه كبيره جدا فيما يخص المدينه الجديده وما الى ذلك، واليوم الصينيين يطالبون باموالهم والمصريين غير قادرين على السداد، فالتجأوا إلى قطر وعادوا إلى المربع الأول إلى قطر والسعودية والأمريكا للتداين لسداد ديونهم نحو الدولة الصينية. وبالتالي للأسف أو اليوم كل واحد يشوفها ما مسماش اليوم مجالات للاقتراض او للتطور الاقتصادي الا التوجه نحو الدول الغربيه سواء الاتحاد الاوروبي او امريكا، وهذا هو الموجود. يعني صحيح الصين دوله عظمى اقتصاديا وعندها قدره تنافسيه مع امريكا، لكن لم تصبح لغايه هذه الساعه الدوله التي قادره انها تعاون الدول او تساعد الدول حتى تخرج من ازماتها. والمنطق هذايا اللي صاير حتى في الاعلام طز في امريكا وحتى الامم المتحده شيمنا فيها مجالس هذه الدوليه التصنيف الكذا، يعني كيف تصفه سيد غازي في الله؟ يعني احنا دخلنا في موجه بتاع شعبويه غريبه جدا، يعني وشعبويه على جميع المستويات من رياضيه واقتصاديه وسياسيه وحتى في عائلاتنا. وبالتالي اليوم الموجه هذه لابد ان نتذكر ان الموجه هذه راهي بتجيب لنا كلمه ضره، واكبر دليل على ذلك اليوم احنا مش لاقيين شكون يسلفنا فلوس. غازي معلة المحلل السياسي، شكرا جزيلا على رحابة الصدر، شكرا جزيلا على